النهارده هنتكلم عن ازاي تولد برومتس دقيقة ومفصلة في اقل من ثانيتين مع المحافظة على ثبات وقوة النتيجة النهائية للبرومتس ديت، بحيث انك لما تستخدمها في اي وقت في ثانيتين تقدر تطلع صورة حلوة. اهلا بيكم في الحلقة الجديدة من سلسلة ميدجورني فور كرييتيفز. انا عز حجاج من قناة فات جرافيك. اول طريقه هتخش على اللينك بتاع تويتر اللي انا سايبه في الديسكريبشن، او تكتب في تويتر DSNR AI زي ما انت شايف هنا كده، هيدخلك على الصفحه دي. هتدوس في البروفايل بتاعهم على discord.gg ديت الانفايت بتاعتهم. هفتح لك تاب كده في ديسكورد، دوس اكسبت انفايت. هتخش على ديسكورد وهتلاقي السيرفر بتاعك اتضاف. انا اوريدي مسجل فيه، ففي الاول بعض الخطوات اللي بيعديك عليها بيقول لك القواعد وازاي تستخدمه وكده. هو سيرفر بسيط جدا، تقدر تستخدمه بسهوله جدا في توليد صور الاي اي. اول حاجه هتخش بعد ما ممكن تقرا الرولز اللي انت عايزها من هنا، هتخش على create thread وهتدوس هنا create thread. هعمل لك thread خاص بيك، تقدر تدوس هنا وتخش عليه علشان تتفاعل مع البات بطريقه برايفت من غير اي ازعاج حواليك، او ممكن برضو تتعامل او تكتب تستخدمه في الجنرال سيرفر، بس هيبقى في ناس كتير تستخدمه زي ما انت شايف كده حواليك. نخش في الثريد بتاعنا، واول حاجه هنعملها نكتب سلاش ديزاين انتر. هيجيب لك البرومت. كل اللي انت محتاج تعمله هنا انك تكتب برومت مبسط عن الفكره اللي في دماغك. فمثلا انا هكتب sundown at the beach. a sad sundown at the beach. وبعد كده بتختار من هنا البرومت انت عايزه يبقى طالع في الاخر ايه، فوتو رياليستيك او لوجو او كاستوم، يعني حاجات مختلفه عن الاوبشنات ديت زي الارت ستايلز المختلفه. يعني انا هختار ان انا عايزها فوتو رياليستيك، ويبدا يسالك بعض الاسئله عن البرومت بتاعك. هتلاقي هنا هو اتعرف عن الفكره اللي انت عايزها، ويقول لك what is the predominant color of the sky in the image. هو اوريدي فهم خلاص ان انت بتتكلم دلوقتي عن صوره فيها سماء وفيها بحر وفيها ميه، وبدا يسالك اسئله اكتر عن تفاصيل الصوره دي هتبقى عامله ازاي. فالسكاي هيبقى لونها عامل ازاي؟ انا هقول له ان انا شايفها اورنج. what is the mood of the image؟ melancholic يعني sad او depressing. وبعد كده the texture of the sand on the beach coarse يعني صلب او خشن يعني قوي. rocky في طوب وعر. smooth ولا wet ولا grainy؟ هقول wet. What is the position of the sun in the image? Halfway below the horizon. What is the state of the water in the image? Calm and still, choppy and rough, wavy and turbulent, reflective and shiny أو murky and unclear. Calm and still دي الفكرة اللي موجودة في دماغي. يعني هو بيبدأ يسألك، وانت مجرد ان انت محتاج تعمله ان انت تختار الصورة في دماغك ديت عاملة ازاي من الاوبشنات اللي هو بيديها لك. مش محتاج انك تقعد تفكر في كي ووردز ومصطلحات تكتبها انت من دماغك وترتبها بطريقة معينة. هو مجرد هو نفسه اللي بيسألك، وبعد كده يروح جاي مطلع لك زي كده في الاخر ديسكريبشن زي كده، تقدر تعمل له كوبي. ونقدر نخش بعد كده على ميدجورني وتقدر تختار سواء فيرجن 4 او فيرجن 5. انا هجرب المره دي فيرجن 5 وهديله AR فلنقل 7 to 5 ونجرب نشوف. طبعا البرومت طلع دقيق جدا ماشي ومفصل جدا. سواء البرومت ده مناسب اكتر لفيرجن 4 او فيرجن 5 دي لسه حاجه انا نفسي مش متاكد منها، محتاجه بعض التجربه. طيب هتقول لي ايه الفرق؟ طبعا فرق في طريقه البرومتنج والكلام مع البوت نفسه بتفرق جدا. هنجرب برضو علشان نبقى شايفين الاتنين جنب بعض ان احنا ناخد ده كوبي ونعمل ايماجين ونحطه جنب ديت بس بفيرجن 4 المره دي. نقدر نشوف الصور اللي طلعنا بفيرجن 5، واديك طلعت نتيجه زي كده في اقل من 10 ثواني. نتيجه فيرجن 4 برضو طلعت، وهقول ان النتيجه اللي عجباني في فيرجن 5 اكتر. ده ما يحددش ان هو خلاص البوت دوت كان معمول علشان تستخدمه مع فيرجن 5. ممكن يكون دوت حاجه راجعه للسبجكت اللي احنا اخترناه. ممكن في بعض الحاجات التانية يبقى نتيجه فيرجن 4 احسن. خلونا نرجع لديسكورد ونخش على DSNR ونجرب نعمل كمان اكسبيرمنت. نقدر نكتب a close up shot of a bird, of a beautiful bird going underwater. وندوس انتر. يقول لك عايزها فوتوريستيك لوجو ولا كاستوم. هو الكاستوم.
عايز تاخد ستايل 3D او مرسوم سنه مش قوي يعني. What is the color of the bird's feather؟ هقول blue. What type of bird is it؟ دي حاجة طبعا متقدمة عليا، ما اعرفش الانواع ديت كلها. Kingfisher، swan، flamingo. اعرف الفلامينجو، اعرف السوان. هنقول Kingfisher دوت، ما اعرفش هو ايه بالظبط. What is the water clarity like؟ A little cloudy. How deep is the water؟ shallow، knee deep، waist deep. shallow. hunting for playing. بعد كده تقدر تختار الارت ميديوم بتاعك، اد ارت ميديوم. فاقدر اقول له مثلا انا كان عاجبني ديجيتال illustration، اد artistic style. برضو هختار الاوبشن الرابع impressionist painting style with loose brush strokes and vibrant colors 2K. كده اقدر اخد النتيجه اللي طلعت لي لغايه دلوقتي كوبي، اخش على السيرفر بتاع ميدجورني واعمل imagine كنترول في واحط الفيرجن بتاعتي، الفيرجن 5 واسبكت ريشيو 5:2. وهنجرب كمان مره بفيرجن 4 من غير ما نحط البارامتر بتاع فيرجن 5 فيرجن 4 ونشوف النتيجه تطلع معانا عامله ازاي. دي النتيجه اللي طلعت معانا اللي معموله بفيرجن 5، ودي النتيجه اللي معموله بفيرجن 4. كنا بنتكلم من شويه اذا كان البرومبت اسيستنت دوت معمول لفيرجن 5 او لفيرجن 4، وان احنا كنا محتاجين نجرب. في الصوره اللي فاتت طلعت فيرجن 5 طبعا نتيجه احسن بكتير، بس هنا الموضوع مش هقول لك فيرجن 4 احسن او فيرجن 5 احسن، بس الاثنين متقاربين جدا من بعض وانا ما اقدرش اختار ما بينهم. ودوت برضو جزئيه منها ترجع ان فيرجن 4 كان تخصصه في حاجات زي كده اكتر من الفوتو رياليزم اللي فيرجن 5 تخصص فيها اكتر، ففيرجن 4 كان لسه بيتخصص في الجزئيه الخياليه ديت والجزئيه اللي هي اللعوبه شويه والبلايفول شويه. الطريقه الثانيه هي ان انت تخش على الموقع اللي هسيب لك اللينك بتاعه في الديسكربشن، او تقدر تكتب ببساطه boe.com وتخش عليه. ده موقع معمول تبع كيورا. كيورا واحد من اكتر المواقع المشهوره على النت لو بعضكم يعرفوا، وانا جايب لك بعض الاسيستنتس اللي ممكن تختار ما بينهم. فطبعا في اهمهم هو جي بي تي 4 وتشات جي بي تي، ودول اللي بعتمد عليهم. جربت بقيه الحاجات كويسين عادي، بس اللي هو فضلت تشات جي بي تي وجي بي تي 4. فتقدر تيجي هنا وتديله لاين زي كده ببساطة، بتقول له I want you to act as a prompt generator from Midjourney's artificial intelligence program، وتبدأ بقى توصف له الجوب أو الشغلانة اللي هو المفروض يعملها هيبقى إيه، وأنت بالنسبة له هتبقى إيه، وتديله مثال عن الحاجة اللي هو ممكن يطلعها أو الأوبشنات اللي هو ممكن يستخدمها. التكست دوت هسيبه لك في الديسكريبشن لو عايز تعمل له كوبي بيست وتستخدمه. وبتيجي في الجزئية ديت وببساطة بتكتب الحاجة اللي أنت عايزه يعمل لك عنها البرومبت بتاعك. فمثلا أنا هكتب realistic scene from a sci-fi movie. An extreme wide shot mysterious scene from a sci-fi movie. طبعا زي ما انتم شايفين البرومبت طلع طويل جدا، اكتر ما اي حد فينا يحلم ان هو يكتب يعني. نخش على ميدجورني نشوف النتيجه دي هتعمل ايه. نكتب imagine وكنترول في، هنحط فيرجن 5 وهنحط aspect ratio هقول المره دي 8:5. نفس النظام بفيرجن 4 imagine كنترول في aspect ratio وتبقى المره دي 8:5 برضو، ونشوف النتيجه اللي هتطلع معانا. فدي النتيجه اللي طلعت معايا في فيرجن 5 ودي النتيجه اللي طلعت في فيرجن 4. طبعا فيرجن 5 مياله اكتر لناحيه الواقعيه، فيرجن 4 تحسها illustration اكتر. ما حددتش ارت ستايل معين، فديت حاجه ما هياش مشكله قوي، بس انا قلت موفي سين برضو فممكن تكون واقعيه اكتر، هيبقى يفضل في حاجه زي كده. طبعا نتيجه زي اللي فوق على اليمين ديت حاجه خرافيه جدا. تقدر تطلع نتيجه زي كده باقل من 5 أو 10 ثواني، مجرد ان انت تكتب وصف بيسك للحاجه اللي انت عايزها وبعد كده تسيب ال AI يكمل المهام بتاع بعضه. تسيب ميدجورني يعمل الصورة والبرومبت بتاعك اللي انت عايزه للصورة ديت شات جي بي تي هو اللي يعمله لك، او طبعا البرنامج او السيرفر اللي احنا لقيناه جديد على ديسكورد DSNR
الاتنين الصراحة كانوا اوبشنين حلوين جدا. هقول ان سدام دي اس ان ار اسهل، او مش اسهل، احسن، لان هو بيسألك اسئلة اكتر بعدين، وبيبقى النتيجة النهائية اللي طالعة معاك سبيسيفيك اكتر للحاجة اللي انت عايزها او اللي انت بتفكر فيها في دماغك. دي كانت نهاية حلقة النهاردة، وان شاء الله حلقة الاسابيع الجاية هنتكلم فيها برضو عن اوبشنز اكتر في البرومتنج والبارامترز في ميد جورني. وبس كده.